عمرك سألت نفسك ليه شركات المحمول 4 في مصر اتخانقوا على نجم واحد؟ وليه بالرغم من انه شخص واحد الا انه قدر يظهر في كل اعلان بشخصيه مختلفه؟ اكيد عرفت انا قصدي على مين من الصوره المصوره الفيديو، وايوه هو تامر حسني. معلومه ناس كتيره ما تعرفهاش ان تامر حسني تقريبا هو المغني الوحيد في مصر اللي عمل اعلانات ل4 شركات المحمول في 4 مواسم رمضانيه مختلفه. في حلقه النهارده هنحلل كل اعلان منهم ونشوف ازاي تامر حسني قفل اللعبه وكان له ظهور مميز في كل اعلان. تعال معايا اوريك. ونروح للاعلان الاول. اول مره فودافون رمضان 2017. فكره الاعلان ببساطه ان مفيش احسن من فرحه اول مره، وعبروا بده بعزومه اول مره اللي عملتها كندا علوش، واول مره ولاد غادة عادل يصوموا. فين تامر حسني؟ في اخر الاعلان ظهر تامر حسني مع شيرين عبد الوهاب شريكه رحله كفاحه، وهم بيغنوا اول مره في رمضان دايما مستحيل تقدر تنساها. وده اختيار ذكي جدا انهم يظهروا مع بعض في الاعلان ده، لان اول البوم ليهم كانوا مع بعض. وتامر قال في انترفيو قبل كده ان بعد نجاح الالبوم ده كانوا مسمينه تامر وشيرين. دي حقيقه فعلا، الناس فعلا كانت فاكره ان اسمه تامر وشيرين اسم مركب، وممكن يكون عشان كده ظهروا مع بعض في الاعلان ده بعد السنين دي كلها. وهي دي فكره الاعلان، ان مفيش زي فرحه اول مره وانك مستحيل تقدر تنساها. اول نجاح، اول فرحه. نروح نتفرج على جزء من الاعلان وافتكر ان الاعلان الثاني تامر هيظهر فيه بشخصيته الحقيقيه. اول مره في رمضان دايما مستحيل تقدر تنساها، فرحه كبيره ليك ولغيرك. الاعلان الثاني اورنج رمضان 2019. فرق كبير. فكره الاعلان ببساطه ان في حاجات بسيطه ممكن تعملها تبسط بيها حد قريب منك، وتامر اصلا دي شخصيته المعروف بيها عند الجمهور وانه رمز للجدعنه. فنوصل فكره الاعلان بجدعنه تامر حسني ازاي؟ طول الاعلان تامر ماشي بيساعد في الناس، ماشي بعربيته قابل شباب عندهم امتحان عربيتهم عطلت فوصلهم. نانسي عجرم داخله تغني وقع منها المايك جابه لها وغنوا مع بعض. مسك الموبايل وافتكر صاحبه اللي كان معاه في عمر وسلمى فكلمه. كل ده وتامر بيوصل فكره الاعلان ان حاجات بسيطه ممكن تعمل فرق كبير وتبسط بيها اللي قدامك. وفي اخر الاعلان يقول لك ان شحنه واحده بس هتعمل فرق كبير، انت هتشحن مره واورنج هتشحن لك طول الشهر في رمضان. الاعلان ده انا بحبه قوي، وده من اعلاناتي المفضله لتامر حسني. نروح نتفرج على جزء من الاعلان. الاعلان الثالث الاصل مصري ورمضان 2020. ده بردك اعلاني المفضل لتامر حسني. الاعلان نزل في رمضان 2020 وقت الحجر وكورونا. الشركه كانت عامله الاعلان ده عشان تعمل حمله تدعم فيها العماله المتضرره من فيروس كورونا وتدعم القطاع الطبي وقطاعات تانية كمان. فنجيب مين؟ الاجابه اكيد في الفقره. تامر في الاعلان كان بيغني لمصر ووصفها بجمل زي واهل مصر اسند عليهم واطمن 1000000%، وفي مركب واحده هنكمل. جمل عبر بيها عن حاله الدعم في موقف صعب زي ده. وده فعلا اختيار موفق لاختيار تامر حسني انه يوصل فكره زي دي. قبل ما نروح نتفرج على جزء من الاعلان ده افتكر ان تامر شخصيته بتتغير، يعني مش هيظهر في الاعلان الرابع بنفس الشخصيه. واهل مصر اسند عليهم واطمن 1000000%. الله الاعلان الرابع اتصالات من قلبي انت مفرح قلبي رمضان 2026. ما تقولش هنا بردك جابوا تامر الجدع، لا هنا بقى الوضع اتغير وبقى جو اسري، وشفنا حضور مميز لاسره تامر حسني زي والدته واولاده وربط الاجواء الاسريه بشبكه المحمول. وفي مشهد مميز في الاعلان تامر بيتكلم فيه والدته بيقول لها ابتسامتك انت احلى حاجه بشوفها، اكتر حاجه بتفرحني فرحه قلبك، وابتسامتك انت احلى حاجه بشوفها. وفي مشهد تاني وهو بياكل مع بنته، وفي مشهد تالت وهو بيفسح ابنه وبيتصور معاه. وبكده يكون تامر حسني وصل رسالة الإعلان إنه بيقرب الفرحة أكتر وأكتر من خلال الترابط الأسري. ما تخبي عليا، انا عارفك حافظك فاهمك صمك، دايما متصدر لي ولو قدام مين ولا بيه. وفي الآخر كده تامر حسني قفل اللعبة. فأنا بقول إنه يرجع يعيد نفس الدايرة من رمضان الجاي ويعمل إعلان فودافون رمضان 2027. أنا إعلاني المفضل رقم 2 و3. عشان بس ما تستغربش، دي سلسلة فيديوهات بحلل فيها إعلانات منفصلة تماما عن تحليل الأفلام. حتى لسه مش لاقي اسم للسلسلة دي، فمعلش تعبك معايا. اقترح أسماء للسلسلة دي تحت في التعليقات، وقول لي رأيك في السلسلة دي أكمل فيها ولا لأ. واكتب لي في التعليقات إعلانك المفضل من ال4 إعلانات وأي شركة فيهم فهم تامر صح. واشترك على القناة واعمل لايك على الفيديو. وعلى ما نتقابل في حلقة جديدة اتفرج على الحلقات اللي فاتت، وسلام.